لغز تساقط الشعر والهرمونات. ليه شعرك بيقع وجسمك هو السبب؟ من الآخر، تساقط الشعر مش دايما وراثي ومش دايما نقص في الفيتامينات. في حالات كتير الشعر بيقع عشان الجسم من جوه مش متوازن هرمونيا. النهاردة هنفك لغز تساقط الشعر ونفهم ازاي الهرمونات بتظهر مشكلة على فروة الراس قبل أي حتة تانية. هل تساقط الشعر ليه علاقة بالهرمونات فعلا؟ أيوة، وبدرجة كبيرة جدا. الشعر من أكتر الأنسجة اللي حساسة لتغيرات الهرمونات. أي خلل في هرمون الذكورة، هرمونات الغدة الدرقية، الإنسولين، ممكن ينعكس مباشرة على دور في نمو الشعر. عشان كده ناس كتير تحاليلهم تبان طبيعية لكن الهرمونات عندها مش متوازنة بالنسبة لجسمهم. ازاي هرمونات الذكورة بتأثر على الشعر؟ هرمونات الذكورة مهمة للرجالة والستات، لكن هي لما تزيد أو فروة الراس تبقى حساسة ليها بتأثر عمر الشعر وتخلي الشعر أرفع وأضعف لحد ما يقع. وغالبا ده بيظهر في مقدمة الراس أو في فرق الشعر عند الستات. الموضوع مش زيادة هرمون قد ما هي حساسية المكان. هل الغدة الدرقية ممكن تكون السبب؟ بشدة. الغدة الدرقية هي منظمة السرعة في الجسم كله. لما تكون بطيئة الشعر يدخل مرحلة راحة ويفضل واقع، ولما تكون نشيطة زيادة الشعر يقع أسرع من غير ما يكمل دورة النمو بتاعته. علشان كده أي تساقط شعر مزمن لازم تفكر في الغدة مش بس فيتامينات. ايه علاقة الانسولين بتساقط الشعر؟ مقاومة الانسولين مش مجرد سكر ووزن، هي كمان بتزود هرمونات الذكورة وتلخبط توازن الهرموني كله، وده بيأثر على فروة الراس، تدفق الدم، والبصيلات نفسها. عشان كده ناس كتير مع زيادة الوزن تلاحظ تساقط في الشعر حتى من غير تاريخ وراثي. هل التوتر ليه دور هرموني في تساقط الشعر؟ ودوره كبير قوي. التوتر بيرفع هرمون الضغط وده يوقف نمو الشعر ويدخل عدد كبير من الشعر في مرحلة السقوط، وده اسمه تساقط ما بعد صدمة. الخبر الكويس بقى، لو التوتر قل الشعر ممكن يرجع تاني. هل تساقط الشعر عند الراجل غير الستات؟ مختلف في الشكل لكن قريب في السبب. الستات غالبا عندهم لخبطة في الهرمونات مش فقدان كامل، زي في حالات تكيس المبايض، اضطرابات في الغدة، مقاومة الانسولين، وعلاج السبب يفرق أكتر من أي علاج موضوعي. هل تحليل الدم دايما يطلع سبب المشكلة؟ مش دايما. ممكن التحاليل تطلع في حدود الطبيعي لكن مش مناسبة لجسمك. عشان كده التقييم الصح لازم يشمل أعراض، تاريخ صحي، نمط أكل، نوم، وتوتر، مش أرقام عملية وبس. إيه أول خطوة حقيقية لمعالجة تساقط الشعر الهرموني؟ تفهم جسمك، مش تقعد تجرب في زيت وشامبو ولا وصفة سرية من على النت. لازم تهدي الانسولين، تظبط الغدة، تقلل التوتر، وتاكل اكل متوازن. لما الجسم يتظبط الشعر يبدأ يستجيب لوحده. هل الشعر ممكن يرجع تاني؟ في حالات كتير خصوصا لو البصيلات لسه عايشة، يعني ما دخلتش في مرحلة الموت. كل ما تلحق المشكلة بدري كل ما فرصة الرجوع تبقى اعلى. الخلاصة يا جماعة، تساقط الشعر رسالة مش مجرد مشكلة تجميلية. الجسم بيقولك في حاجة مش متوازنة فيه، فانت لو سمعت الرسالة وتعاملت مع السبب مش مجرد الأعراض النتيجة هتفرق معاك. وافتكر دايما مش كل تساقط شعر وراثي ومش كل حاجة زيوت. افهم جسمك هتعرف تحافظ على شعرك. اكتب لي بقى في الكومنتات امتى بدأ التساقط عندك، وهو ده لغز تساقط الشعر والهرمونات. ليه شعرك بيقع وجسمك هو السبب؟ من الآخر.